لذلك تأكدوا أن المعركة ستكون كبيرة في الشهور المقبلة. المعركة ستكون كبيرة وعنيفة وقوية، ولكننا سننتصر، سنحقق ما نريد. ستكون المعركة الأخيرة للإنهاء مع الإقصاء مع النساء، ستكون المعركة الأخيرة في ظلم النساء، ستكون المعركة الأخيرة في الظلم الذي منذ سنوات ونحن نراكمه في هذا البلد ضد النساء. تأكدوا بأن هناك قوة داخل هذا البلد تدعمكن، وأنتم معي وأنا معكن. سنستمر وسنغير. سنؤثر في قانون المسطرة، في قانون مدونة الأسرة، وسنغير كل النصوص. سندعو وسنناضل من أجل أن تتغير نصوص الطلاق، نصوص الزواج، ضمانات الزواج، ضمانات الحياة، الولاية والحضانة. سنناقش كل شيء، كل ما يمكن، لأنه نحن أسسنا هذا الحزب لنغير تاريخ هذه الأمة، وتغيير وضعية المرأة هو تغيير لتاريخ هذه الأمة نحو الأفضل. لهذا تأكدوا أن كنا ستنتصرن وأن الأمل أمامكن. وأنا مرتاح رغم أنني كنت في المستشفى نائم، تتبعت عن طريق الهاتف كلماتكن. لكن اسمحوا لي أن أشكر اللجنة التحضيرية ورئيستها الأخت السعدية فاطمة وجميع من ساهم في هذا المؤتمر. إنها الخطوة الأولى نحو المستقبل. لهذا تحملوا واقبلوا وتنازلوا فيما بينكن من أجل إنشاء أجهزة هذه المؤسسة، وبعد ذلك سيكون الطريق طويلا، وسيكون مطلوبا منا أن نساهم جميعا من أجل بناء مستقبل هذه المنظمة وبناء هذه المنظمة. إياكن أن تدخلن في نقاشات وصراعات هامشية، لأننا نحتاج إليكن في المستقبل القريب، لأن المعركة آتية وأنا محتاج إليكن. أما ما يكتبون وما يقولون فذلك يشرفني، لأنه يدخل في معركة المرأة، وإذا كان من أجل معركة المرأة فأنا مستعد.